كلمة الآن إلى سيدة فاطمة ربيعي صاحبة السؤال رقم 1438، فلتتفضل. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس الجلسة، السيد وزير الصحة، زملائي زميلاتي النواب، إطارات الدولة الجزائرية، سلام الله عليكم. يقال السيد الوزير أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، ولأن وجودي هنا اليوم أنا وأنت لا لشيء إلا لمصلحة مشتركة ألا وهي صحة المريض. أتمنى مسبقا السيد الوزير أن يكون الجواب إيجابيا نظرا لضرورة تجديد هذه المشاريع في ولايتي باتنا والولاية المنتدبة بريكة، لأنها مطالب شعبية ما كانت إلا لتعبر عن نقص كبير في الهياكل الصحية. الصحة السيد الوزير في ولاية باتنا والولاية المنتدبة بريكة للأسف مريضة بالرغم من كل جهود الدولة التي توليها في هذا الإطار. وإذا اغتنموا الفرصة لشكر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك لتسجيل مطلب الساكنة والمتمثل في مستشفى جامعي بسعة 500 سرير، وكل من ساهم في هذا الإنجاز فلكم منا كل عبارات التقدير والاحترام. السيد الوزير معذرة، التعقيب تاعي راح يسبق السؤال، لأنه لو أنه السؤال تاعي تطرح في سنة 2022، لو أنه في كل سنة خصصت لنا مشروع مستشفى لكن على الأقل نتحصلنا على دراسة وإنجاز ل4 مستشفيات، بالرغم من كل جهود المتكررة على مستوى وزارتكم ووزارة المالية. فوعد الحر دين السيد الوزير، وأنت سبق وأن وعدتني بتسجيل مستشفيات. نعود للسؤال تاعنا اليوم، ولازمك توفي بوعدك السيد الوزير. متى يتم إنجاز مستشفيات بسعة 80 سرير في كل من الدوائر التالية: الجزار، الشمرة، سريانة؟ لكم منا فائق عبارات التقدير والاحترام، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دون إطالة أحيل الكلمة إلى السيد الوزير بالحق سايحي للإجابة عن سؤال السيد النائب، فليتفضل مشكور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد رئيس الجلسة، السيدات والسادة النواب، أنا أشكر السيدة النائبة والتي كانت كل مرة ونجي فيها المجلس تكلمني على التسجيل. مشكلة التسجيل يا سيدتي الكريمة أنه يخضع إلى شروط مرتبطة خصوصا بعدد السكان والاحتياجات والجانب الصحي، أو ما نسميه باللغة الفرنسية ليبيديمولوجي دو لا ريجيون، يعني ما هي الحالة الوبائية. هذو مجموعة تاع معايير. ولاية باتنا استفادت واستفادت كثيرا، والصحة المريضة لا أراها إلا في اللغات ربما، لكن في الواقع يا سيدتي الكريمة مستشفى باتنا يقدم خدمات عالمية ويقدم تكوينا عالميا، وهناك أساتذة في مستشفى باتنا هم مرجع وطني. فلا يصح أن نقول أن الصحة مريضة فقط لأننا لأننا ننقص في هياكل. لكن أنا شخصيا لو كان الآن تعود حاجة بالنسبة للطب نروح لباتنا، لأن هناك كفاءات، وأنا من هذا المنبر أشكرها. يعني رفعت راس الجزائر. الآن بعض من الدول العربية تطلب أنها تجي تكون في زرع الكلى، وبعض من الأطباء يجوا يتكلموني على مصلحة طب القلب في باتنا، وهو مرجع وطني، شيء جميل جدا يعني الحقيقة، وإحنا مرتاحين من ناحية النتيجة فيه. ولذلك تم تخصيص مستشفى جامعي 500 سرير. الدراسة أكدت بأن باتنا محتاجة إلى 500 سرير فعلا. وكان فيه مستشفى الاستعجالات
قدمناه أيضا. وهناك مستشفى لأمراض الأعصاب والرقبة والأعين، راح ثاني راح يكون في باتنا. في دائرة باركة أو ولاية باركة. ولاية باركة فيها الشمرة وسريانة والجزار. الجزار فيه عيادة متعددة تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، صحيح. الشمرة أيضا فيه عيادة نتاع 24 ساعة تخدم 24 ساعة، وسريانة نفس الشيء. لكن من ناحية الدراسة، لما سي عبد الحليم قدم لي سابقا شكوى، قال لي يا ودي المدينة، احنا قمنا بدراسة، لأن ما نسجلوش بدون ما تكون مراجع، لأن وزارة المالية ما تقتنعش، يقول لك لازم. لقينا باللي مدينة الجزار تكون هي المؤهلة، تكون لها 20 سرير، وربما نتجاوزوا هذا الحد نتاع 60 سرير، وربما 80 سرير. وانت نفسك قلتي هذه أكثر من مرة، نحن في حاجة في الجزار إلى مستشفى، قلتي هذه. وقلت لك أنا ندرس المسألة ووضعناها أمام الخبراء، وثبت أنه فعلا هناك احتياج لمستشفى. ربما ما دام ياخذ شمرة وسريانة والجزار، ربما يكون عدد الأسرية يكون أكبر. يعني هذا هو اللي راني نفكروا فيه. وقدمنا الملف أمام وزارة المالية، وإن شاء الله يسجل طبقا لحاجة الساكنة هناك. لكن أنا أعرف أنكم جيتوني في أوقات لما كانت مشكلة الأمومة والطفولة، وجبنا لكم فرقة كوبية وما زالت تخدم. يعني الصحة مش مريضة يا أخي، هي تخدم. وكيفاش هذا؟ جبناهم تما وراهم يخدموا. دوك سيدتي الكريمة، بقات مسألة أنك لازم نسجلوا في 3 دوائر، والله صعب جدا. لكن هذه السنة نبداو بمدينة الجزار مثل ما راكي تقولي، وهو تكون ربما هي المرجع ليه. ولكن لازم تعرفين أنه مادام فيه الآن ولاية باركة راح تكون ولاية، فاحنا سنسارع التصور لإعطاء دفع آخر في مجال الصحة لهذه الولاية، حتى أنها تصبح مستقلة صحيا على الولايات الأخرى، وتنطلق بهياكلها للتكفل بصحة المواطنين في مدينة باركة. وأشكرك شكرا جزيلا سيدة الكريمة على هذا السؤال. شكرا سيدة. شكرا سيد الوزير الفاضل على هذه الإجابة. ودون إطالة أحيل الكلمة إلى السيد النائب المحترم الأخت فاطمة للتعقيب. تفضل مشكور. سيد الوزير، يبدو أنه هناك سوء فهم أو خلط للمفاهيم، لأنه أنا قلت باللي الصحة مريضة من ناحية نقص الهياكل الصحية، لأنه احنا ما نشرح ننكروا مجهودات الإطارات الصحة في ولاية باتنا والدكاترة تاعنا اللي نتباهوا بهم والحمد لله، إلا أنه باتنا كبيرة وديما عندها انشغالات. إن شاء الله ربي يوفقنا ونحقق لهم هذه المقاصد، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرؤ ما نوى. سامحني سيد الوزير، نقدم لك جملة من المطالب في القطاع الصحي يا ريت تؤخذ بعين الاعتبار: دراسة وإنجاز عيادات متعددة الخدمات في كل من ولاد فاضل، عزيل عبد القادر، ولاد عمار، كيمل، معذر الجزار، جرمة، باتنا، باركة، مروانة، الريس، راس العيون، واللي كان سؤال كتابي في سنة 2022. السيد الوزير، أصبح من الضروري منح ولاية باتنا عمليات في أقرب الآجال لدراسة مستشفيات في كل من شمرة، واللي نشكروك ونتمنى توليها عناية أكبر. إضافة إلى الجزار، شمورة، سريانة، هناك تيمقاد، عين ياقوت، تزول، سريانة، وعين جاسر. مطالب باتنا تكبر، الله غالب، احنا لازم نسيروا المطالب تاع مواطنينا، ما باليد حيلة إلا أن نوصلوا لهم انشغالاتهم بكل مصداقية. السيد الوزير، وضعية مستشفى رأس العيون راسلتك عليه للعديد من المرات، تحاورنا في نقاشات. احنا السيد الوزير لازم نداويو المريض، أما المستشفى هذا لازم نوضعوا حيز الخدمة. أما عن الأمور الإدارية فتحل في وقتها، لأنه المريض ما يستناش، الله غالب.
الريس مشروع الولاية المنتدبة أيضا لابد من إنجاز مستشفى للأم والطفل، راهم في معاناة كبيرة سيد الوزير. تحتوي دائرة الريس على أكثر من 16 بلدية. ضرورة فتح مناصب مالية للتوظيف تفضل. ضرورة فتح مناصب مالية للتوظيف في مستشفى الاستعجالات الطبية بوزوران محمود عثامنة، لأنه أغلبية المستخدمين فيه راهم في حالات انتداب. تسجيل دراسة وإنجاز مستشفى تعويضي بسعة 240 سرير في دائرة نقوس، خاصة بعد الحريق اللي تعرض له مؤخرا. نحتاج سيد الوزير سيارات إسعاف للمؤسسات الصحية، التعجيل في اقتناء الأجهزة الطبية للمؤسسات الصحية. السيد الوزير خويا كاين مثل يقول لك كي تشوف العين تترك السوال. اروى عندنا زياره اللي تحتاج نديروها اللي راي في غنى عليها. كفى بالله شر القتال، والسلام عليكم. شكرا سيد النائب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصك على أهلنا وسكان باتنا أوراس الكبير وسكان الولاية المتحدة بباريك.